ليه في وحدات بتتقال زي السنتيمتر، زي المتر، زي الكيلومتر، وفي وحدات تانية زي الانش، زي الفوت، الفوت اللي هي القدم، والانش اللي هي البوصة، وزي اليارد اللي هي الياردة، وزي المايل اللي هو الميل. ليه في وحدات كده ووحدات كده؟ الفكرة ان في نوعين من الميجرنج سيستم. ميجرنج سيستم اللي هو وحدات القياس او انظمة القياس. وحدات قياس يعني ميجرنج يونتس. ففي نوعين من الميجرنج سيستم، اللي هو الانترناشونال سيستم او الانترناشونال سيستم، او اللي هو النظام الدولي، اللي هو بيبقى السنتيمتر، الديسيمتر، المتر، الكيلومتر كده. ده نوع من القياس اللي هو الانترناشونال سيستم او النظام الدولي. في نوع تاني من انظمه القياس اللي هو الانجلو امريكان او الانجلو ساكسون سيستم. هو اسمه كده، بيكون انجلو امريكان او انجلو ساكسون. واضح من الاسم طبعا هو متواجد فين. مينلي طبعا في انجلترا وفي امريكا. انجلو امريكان. ده السبب في ان في اختلاف فين بين التو ميجرنج سيستم، ما بين النظامين الاساسيين للقياس، كنظام انترناشونال وكنظام انجلو امريكان او انجلو ساكسون. ممكن بعد كده في فيديوهات تانية نتعرف على الوحدات بشكل اكتر، الوحدات دي بتساوي ايه، لكن احنا بس بنتعرف دلوقتي mainly ليه الفرق بين الوحدات دي او ليه الفرق بين انظمة القياس دي. and good luck.